تأثير الصيام على العلاقة الزوجية. ازيكم؟ انا عمر عزازي، مدرس واستشاري جراحات الذكوره بكليه الطب جامعه القاهره. يمكن كتير قوي من الريسيرش دلوقتي بيفوكس اكتر على اللايف ستايل، وازاي ان ده العامل الرئيسي المتغير ما بيننا كاجيال جديده والاجيال القديمه، وازاي ان جزء كبير من نمط الحياه الحديث اللي فيه السمنه واللي فيه عدم الحركه وعدم المشي الكتير والقعده المكتبيه الكتيره وغيره. وان كتير من الابحاث دلوقتي اثبتت ان ده جزء رئيسي من المشكله اللي موجوده دلوقتي في مشاكل العلاقه الزوجيه، سواء لتراكم الدهون في الدم او سواء لزياده نسبه حدوث السكر والضغط والمشاكل الكتير اللي بتحصل عند الرجاله. وبتكون ان سببها ان احنا فعلا لو سبحان الله التزمنا بالصيام تتفاجئ ان انت خبر ابيض، ان انت لو صمت كده صيام كويس وما دبتهاش في الاكل واستغليت ان رمضان يكون ليك فرصه حلوه انك تغير حاجات كتير من عاداتك في الاكل، هتتفاجئ ان انت واحد تاني خالص. وهتتفاجئ ان بدل ما كان السمنه والدهون والسيدنتري لايف ستايل مأثره على العلاقه الزوجيه بشكل كبير، هتتفاجئ لا انت في حته تانيه خالص، بنشاط جديد، بحيويه جديده، بشباب جديد، وتقليل لنسب الشيخوخه عندك، وتفضل شباب طول عمرك. فلو هنلخص في كلمتين الصيام ازاي بيفيد في العلاقه الزوجيه، هيكون هو بالاساس الصيام الصحيح اللي عن طريقه بدأنا نقل واحدة واحدة في السمنة ونظبط في نمط حياتنا. هتلاقي بقى تحسن رهيب في معدلات مقاومة الأنسولين، نستغل الصيام في ضبط السكر، في نزول الترايجليسرايد والدهون الثلاثية الضارة، وبرضه في ضبط أي خلل هرموني ممكن يكون ناتج عن السمنة، وضبط نمط الحياة السيدنتري اللي هو للأسف الشديد بيكون أحد أهم الأسباب في موجات ضعف الانتصاب الشديدة اللي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة وبتظهر في سن أكبر عند الشباب. واستنوني بقى في الفيديو الجاي عشان نتكلم على تأثير الصيام على الإنجاب، وكل سنة وانتم طيبين.